السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم تانية إعدادي. النهاردة هنحل امتحان 8 محافظة الدقهلية صفحة 39 بكتاب الامتحان. قبل ما ابدأ معاكم حبايبي اتمنى الاشتراك في القناة والدعم باللايك وتفعيل زر الجرس علشان قناتي تكبر بيكم وعلشان اي فيديو انزله يوصل لحضراتكم بكل سهولة. السؤال الاول، اولا الجغرافيا امامك خريطة للوطن العربي لاحظها ثم اجب. يشير رقم 5 الى سهل فايضي. طبعا ليه قلنا رقم 5؟ لان ده نهر النيل. يشير رقم 3 الى ظاهرة تكونت بفعل عوامل باطنية. قلنا ليه رقم 3؟ لان دي هضبة حضرموت. يشير رقم 2 الى ممر استراتيجي. قلنا ليه رقم 2؟ لان ده مضيق هرمز. يشير رقم 1 الى دولة تتأثر بالزيادة غير الطبيعية. رقم 1 ليه؟ لان دي دولة الكويت. يشير رقم 4 الى اقليم مناخي ممطر صيفا. قلنا ليه رقم 4؟ لان ده الاقليم المداري. يبقى يشير رقم 5 الى سهل فايضي. يشير رقم 3 الى ظاهرة تكونت بفعل عوامل باطنية. يشير رقم 2 الى ممر استراتيجي. طبعا ده مضيق هرمز. يشير رقم 1 الى دولة تتأثر بالزيادة الغير طبيعية دولة الكويت. يشير رقم 4 الى اقليم مناخ ممطر صيفا. طبعا ده الاقليم المداري. ب. وهب الله وطننا العربي أشكالا مختلفة من مظاهر السطح من خلال العبارة أجب عن الآتي. 1. حدد أوجه الاختلاف بين جبال عمان وجبال الشام. 2. ما العلاقة بين السهول الساحلية والأنشطة الاقتصادية في الوطن العربي. 3. دلل تأثر هضبة شمال أفريقيا بالتعرية المائية. السؤال الأول، حدد أوجه الاختلاف بين جبال عمان وجبال الشام. هنقول جبال عمان تكونت بفعل الحركات الالتوائية، أما جبال الشام تكونت بفعل الحركات الانكسارية. طيب 2. ما العلاقة بين السهول الساحلية والأنشطة الاقتصادية في الوطن العربي؟ هنقول تنوعت الأنشطة الاقتصادية بتنوع موارد واستخدامات السهول الساحلية، فبعضها صالح للزراعة مثل سهول البحر المتوسط، وبعضها مليء بالثروات المعدنية ومصادر الطاقة مثل سهول البحر الأحمر والخليج العربي. يبقى تاني، تنوعت الأنشطة الاقتصادية بتنوع موارد واستخدامات السهول الساحلية، فبعضها صالح للزراعة مثل سهول البحر المتوسط، وبعضها مليء بالثروات المعدنية ومصادر الطاقة مثل سهول البحر الأحمر والخليج العربي. السؤال 3. دلل تأثر هضبة شمال أفريقيا بالتعرية المائية. هنقول حيث تأثرت هضبة أفريقيا الشمالية بالتعرية المائية في تكوين دلات الأنهار كدلتا نهر النيل. يبقى تاني، حيث تأثرت هضبة أفريقيا الشمالية بإيه؟ بالتعرية المائية في تكوين دلات الأنهار كدلتا نهر النيل. 2. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1، ذراع بحري يفصل بين جناحي الوطن العربي الأفريقي والآسيوي، ده البحر الأحمر. يرجع تكون مرتفعات غرب السعودية إلى الحركات الانكسارية. إلى إيه؟ حركات انكسارية. إحدى دول الفائض السكاني مصر. يرجع سبب ارتفاع نسبة الإعالة إلى كثرة المواليد. نبات طبيعي يمتد جنوب الإقليم الصحراوي متدرج في الكثافة. طبعا حشائش السافانا. السؤال اللي بعد كده ب. دلل على صحة العبارة الآتية. لازال الوطن العربي يعاني من ويلات الاستعمار، بما تفسر ارتفاع الكثافة السكانية في وادي النيل ودلتا مصر بمصر. تنوع الموارد الاقتصادية في الوطن العربي. هنجاوب على الأسئلة دي مع بعض. السؤال، دلل على صحة العبارة الآتية. لازال الوطن العربي يعاني من ويلات الاستعمار. هنقول حيث أن الدول العربية جميعها حصلت على استقلالها ما عدا فلسطين، بالإضافة إلى بعض الجزر الإماراتية وبعض المدن المغربية. تاني، حيث أن الدول العربية جميعها حصلت على استقلالها ما عدا مين؟ فلسطين، بالإضافة إلى إيه؟ بعض الجزر الإماراتية وبعض المدن المغربية. السؤال اللي بعد كده، بما تفسر ارتفاع الكثافة السكانية في وادي النيل ودلتا بمصر. هنقول بسبب توافر المياه العذبة والتربة الخصبة وقيام الزراعة. بسبب توافر المياه العذبة والتربة الخصبة وقيام الزراعة. السؤال 2، تنوع الموارد الاقتصادية في الوطن العربي. هنقول بسبب تنوع الأقاليم المناخية والحياة النباتية والتكوينات الجيولوجية به. والتكوينات الجيولوجية بإيه؟ به. يبقى بسبب تنوع الأقاليم المناخية والحياة النباتية والتكوينات الجيولوجية به، أو التكوينات الجيولوجية به.
ثانيا التاريخ. 3 ألف صوب ما تحته خط. 1 من القبائل العربية التي سكنت الطائف الخزرع، طبعا ثقيف. يبقى من القبائل العربية التي سكنت الطائف الخزرج، طبعا ثقيف. كان اختيار دار الأرقم ابن أبي الأرقم لتعليم أسس الإسلام في مرحلة عالمية الدعوة في مرحلة سرية الدعوة. كان هدف عمرو ابن العاص من فتح مصر إقامة علاقات تجارية، طبعا كان هدفه ايه؟ تأمين فتوحات الشام. اختار علي ابن أبي طالب مقرا لخلافته مدينة مكة، مدينة الكوفة. نظم أهل مكة رحلة تجارية لبلاد الشام في فصل الربيع في فصل الصيف. هقول تاني: من القبائل العربية التي سكنت الطائف ثقيف. كان اختيار دار الأرقم ابن أبي الأرقم لتعليم أسس الإسلام في مرحلة سرية الدعوة. كان هدف عمرو ابن العاص من فتح مصر تأمين فتوحات الشام. اختار علي ابن أبي طالب مقرا لخلافته مدينة الكوفة. نظم أهل مكة رحلة تجارية لبلاد الشام في فصل الصيف. السؤال ب: ما الأثر الناتج عن رفض الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وأفضل السلام؟ كلنا نصلي على رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. عرض قريش بترك الدعوة الإسلامية. 2 تحريض يهود بني النضير لمشركي مكة لقتال المسلمين. 3 دخول الكثير من غير العرب في الإسلام في عهد الخليفة عثمان ابن عفان. يبقى السؤال الأول: رفض الرسول صلى الله عليه وسلم، عرض قريش بترك الدعوة الإسلامية. هنقول: ترتب على ذلك محاصرة قريش للمسلمين ومقاطعتها لهم وكل من وقف بجانبهم من بني هاشم وبني المطلب، واستمر الحصار والمقاطعة 3 سنوات. تاني: ترتب على ذلك محاصرة قريش للمسلمين ومقاطعتها لهم وكل من يقف بجانبهم من بني هاشم وبني المطلب، واستمر الحصار والمقاطعة 3 سنوات. السؤال رقم 2: تحريض اليهود بني النضير لمشركي مكة لقتال المسلمين أدى إلى استجابة قريش وحلفائها لهم، وخرجوا في جمع بلغ 10,000 مقاتل نحو المدينة، فحدثت غزوة الخندق. يبقى أدى إلى استجابة قريش وحلفائها لهم وخرجوا في جمع بلغ عدده كام؟ 10,000 مقاتل نحو المدينة، فحدثت غزوة الخندق. السؤال اللي بعد كده 3: دخول الكثير من غير العرب في الإسلام في عهد الخليفة عثمان ابن عفان أدى إلى اختلاف المسلمين في قراءة القرآن الكريم، فقام الخليفة عثمان ابن عفان بكتابة القرآن في مصحف واحد حتى توجد قراءة القرآن في كل قبائل العرب والبلاد المفتوحة. يبقى تاني: أدى إلى اختلاف المسلمين في قراءة القرآن الكريم، فقام الخليفة عثمان ابن عفان بكتابة القرآن في مصحف واحد حتى تتواجد قراءة القرآن في كل قبائل العرب والبلاد المفتوحة. السؤال رقم 4: من هو كان دليلا للرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وأفضل السلام في الهجرة إلى يثرب؟ عبد الله ابن أريكت. كلفوا الخليفة أبو بكر الصديق بكتابة القرآن الكريم زيد ابن ثابت. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أن ينادي على المسلمين في غزوة حنين العباس ابن عبد المطلب. أنهى الوجود اليهودي في شبه الجزيرة العربية الخليفة عمر ابن الخطاب. أشهر الشعراء العرب قبل الإسلام، والسؤال ده بيجي في امتحانات كتير، النابغة الزبياني. السؤال ب: دلل على صدق كل عبارة من العبارات الآتية. الإسلام يقر مبدأ التعايش مع الآخر. نجح عمر ابن الخطاب في تنظيم الدولة الإسلامية. كانت شبه الجزيرة العربية مهدا لكثير من الأنبياء. السؤال 1: دلل. الإسلام يقر مبدأ التعايش مع الآخر. السؤال ده مهم. الإسلام يقر مبدأ التعايش مع الآخر حيث كتب الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيفة دستور المدينة ليحدد حقوق وواجبات كل من يقم في المدينة وعلاقتهم بمن هم خارجها، كما أمن فيها اليهود على دينهم وأموالهم ودور عبادتهم، بشرط أن يتعاونوا مع المسلمين لحماية المدينة في أي عدوان. تاني: حيث كتب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام دستور المدينة ليحدد حقوق وواجبات كل من يقم في المدينة وعلاقتهم بمن هم خارجها، كما
أمن فيها اليهود على دينهم وأموالهم ودور عبادتهم بشرط أن يتعاونوا مع المسلمين لحماية المدينة في أي عدوان. السؤال 2. نجح عمر ابن الخطاب في تنظيم الدولة الإسلامية. هنقول حيث أنشأ عدة دواوين مثل بيت المال، إنشاء نظام الحسبة، ووضع التقويم الهجري. يبقى مثل بيت المال وإنشاء نظام الحسبة ووضع التقويم الهجري. يبقى حيث أنشأ عدة دواوين مثل بيت المال وإنشاء نظام الحسبة ووضع التقويم الهجري. والسؤال ده مهم وبيتكرر في امتحانات كتير. آخر سؤال معانا وبرضو السؤال ده مهم جدا جدا، طبعا ال3 أسئلة دول مهمين. كان شبه الجزيرة العربية مهدا لكثير من الأنبياء. هنقول حيث قامت على أرضها حضارات قديمة مثل حضارة قوم عاد وثمود، وكانت مهدا لكثير من الأنبياء مثل صالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. يبقى حيث قامت على أرضها حضارات قديمة مثل حضارة قوم عاد وثمود، وكانت مهدا لكثير من الأنبياء مثل صالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا امتحان رقم 8. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، وربنا ينجحكم جميعا يا سنة تانية، ويا رب أكون أفدتكم حتى لو ب1%. لو كنت استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك، لأن اللايك بيرفع الفيديو على القناة. زي ما انت استفدت تساعد ان زميلك يستفاد.